بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم فيديو جديد سهل وبسيط مع أم بودي. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة إن شاء الله هنعمل الزبادي. خلاص رمضان كلها أيام بسيطة ويجي عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية كلها يا رب بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. رمضان يعني سحور، سحور يعني زبادي. الزبادي إن شاء الله هتعمليها في البيت بأسهل طريقة وأحسن طريقة بإذن الله، زي بتاعت بره بالظبط. يعني هتعملي الزبادي بيتي، من احلى واسهل الحاجات اللي ممكن تعمليها في البيت، لكن سر نجاحها في خطوات بسيطة لازم تتعمل صح ان شاء الله. هنعملها مع بعض بقوام كريمي وطعم كمان لا يقاوم. هقول لكم على الأخطاء اللي لازم تتجنبوها علشان يطلع معاكم زبادي ناجح 100% وكريمي. بسم الله ما شاء الله. نسمي الله ونصلي على رسول الله كده. أنا معايا 1.5 كيلو لبن. انت جيبي اللي انت عايزة تجيبيه، وعلى فكرة هي موفرة جدا جدا، غير لما تعمليها في البيت غير لما تشتريها. لو اشتري العلبة اللي هتشوفوها معايا دي ب6 جنيه، وفي حتة تانية بقى أكيد بسعر تاني. ديت طبعا الكوبايات اللي معايا اللي هحط فيها دي بتاخد كميات اكبر من العلبة، يعني هتوفر كتير. يعني انت لو اشتريتي لبن وزبادي ب50 جنيه، هتعملي زبادي ب100 جنيه. اللهم صل، لو هتشتريه من بره يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا اللبن يكون مضمون وكويس. تعرفي اللبن مضمون ازاي؟ وهو بيغلي معاكي كده يعمل رغوه. احنا بنغلي اللبن، مجرد ما يبدا يغلي كده نحسب 5 دقايق او 10 دقايق غليان. ليه؟ علشان خاطر البكتيريا اللي فيه تموت، البكتيريا الضاره اللي فيه تموت. اللبن فيه بكتيريا ضاره وفيه بكتيريا نافعه. فدرجة الحرارة العالية أثناء الغليان البكتيريا الضارة بتموت. وهنعمل خطوة كمان علشان نضمن إن البكتيريا الضارة ديت قضينا عليها نهائي إن شاء الله. طب أعرف اللبن كويس إزاي؟ لما يعمل معاكي رغوة كده، أما تيجي تفضيه من الكيس أو من الإزازة تحسي الإزازة قاعدة معاكي فترة طويلة بيضة محتفظة بلون اللبن دوت، يبقى لبن كويس. وطبعا لما تغليه وتبيتيه ويبرد وتسيبيه يبرد وتحطيه في التلاجة وتصبحي تاخديه تلاقي عليه وش قشطة كويس كتير كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. وانتي بتغلي اللبن تقلبي فيه كده على طول علشان ما يفرش معاكي، ومجرد ما يغلي معاكي وهدي عليه. بنات الصغيرين، سنة أولى مطبخ، سنة أولى جواز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتكوني محضرة كيس تلج في التلاجة كده، أو مكعبات تلج، وتحطيها في صينية في مية. وناخد اللبن من على البوتاجاز على طول نحطه في المية اللي في تلج دي، نعمل له صدمة. ليه الحركة دي؟ ديت بتقتل البكتيريا. لو لسه اللبن فيه بكتيريا ضارة بنقضي عليها بالتبريد المفاجئ دوت او بالصدمة دي. عاملة زي ما تكوني ضربت على حد دايخ على دماغه فراح فيها يعني، بعد الشر يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فبنسيبه كده وبنقلب فيه لحد ما يوصل درجة حرارة لرضعة البيبي. طيب احنا معرفش رضعة البيبي دي قد ايه. للب... بنحط صباعنا كده في اللبن نستحمله ما يلسعناش، ما تبقاش درجة الحرارة سخنة قوي. لو حطينا اللبن اللي قعدتي تعدي ل30 لحد 30 كده وايدك متحملة درجة الحرارة دوت، تبقى دي درجة الحرارة المظبوطة. اللبن لو سخن قوي واستخدمتي معاه الزبادي، مش هيعمل زبادي، هيفصل معاكي وممكن ما يربطش خالص، وممكن تبصي تلاقي اللبن عامل قطع زبادي وبقيته سايب دوت. ليه؟ لانه تعرض لدرجة حرارة، لان الخميرة اللي هي الزبادي دي بنسميها الخميرة، حطيناها على درجة حرارة عالية. طيب والزبادي لازم تكون زبادي صبحة، ما يكونش عندك علبة زبادي في التلاجة بقالها 4 أيام ولا أسبوع ولا كده تقولي أعمل بيها الزبادي. لا، البكتيريا هنا ضعفت. البكتيريا اللي بتساعد على عمل الزبادي هنا بتكون ضعفت، مش هتعمل لك الزبادي بسرعة، او ممكن ما تعملهاش، او ممكن تغيب تقعد يومين ولا 3 عبال الزبادي ما يمسك، وده مش استحالة يحصل كمان. اللبن برضو لو بارد مش دافي، لو درجة حرارته باردة ساقعة كده او دافية قوي قوي، لا برضو الزبادي مش هتخمر معانا، مش هتتكون معانا. طيب
والزبادي برضو لو فيها مواد حافظة مش هتنفع تتعمل بيها زبادي. يعني لو في زبادي من المعلبة دي اللي احنا كلنا عارفينها مكتوب عليها فيها مواد حافظة او مادة حافظة، معظم الحاجات فيها مواد حافظة، بس اللي هي المعلبة. الزبادي اللي تجيبيه، الزبادي المعلبة دي بتاعت الشركات ديت فيها مواد حافظة، لكن الزبادي اللي تستخدميها زبادي بلدي، زبادي بلدي. والزبادي ما تجيبيهاش مشرشة، ما تجيبيهاش سايبة. إذا جبتيها سايبة أو مشرشة الزبادي اللي هتعمليها هتطلع زيها بالظبط. فلازم تجيبي الزبادي المتماسكة. يعني شوف قلت جميع الأخطاء اهوت. ولازم الزبادي تتعمل في جو دافي. هنقول برضو الخطوات دي هنجيلها دلوقتي. يبقى لازم ده اللبن يكون دافي. درجة لو عندك ترمومتر، مفيش حد طبعا عنده ترمومتر، تبقى درجة الحرارة من 40 ل50 درجة تقريبا. بناخد علبة الزبادي ومن اللبن الدافي دوت اللي احنا غليناه وعملنا له صدمة بالتلج، بالمية بتلج. بناخد منه مغرفتين وبندوب فيه الزبداية زي ما انتوا شفتوا كده. دوبيها بشوكة، بمعلقة، بمضرب، بأي حاجة. بنخلطهم ببعض كويس لما يندمجوا مع بعض الزبادي مع مغرفتين اللبن أو نص كوباية اللبن دي. بنحطها على طول على باقي كمية اللبن اللي احنا غليناه واللي سيبناه يبقى دافي. دافي درجة حرارته من 40 ل50 درجة. صباعنا يتحمله، نحط فيه صباعنا حوالي نص دقيقة كده يتحمله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طب اذا برد معاكي حطيه على البوتاجاز تاني، برد زياده عن اللزوم، حطيه على البوتاجاز تاني دقيقه وقلبي فيه لحد ما يوصل درجه الحراره اللي احنا عايزينها اللي هو يتحملها صباعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي علبه الزبادي اللي انا كنت جايباها، فهحط فيها برضو هستخدمها. والكوبايات اللي تستخدميها او الطواجن او العلب اللي هتعملي فيها لازم تكون علب نظيفة وناشفة جدا ما فيهاش مية عشان تاخدي زبادي صح. اسمعي الخطوات دي واسمعي النصايح دي، ان شاء الله هتعملي احلى زبادي. وممكن تعملي منها مشروع كمان، تتفقي مع السوبر ماركت اللي موجود عندك، اتفقي معاهم ممكن تعملي لهم ان شاء الله تنجح معاكي. اذا كنت عملتي زبادي قبل كده وقبلك اي حاجة فيها اي مشكلة فيها قوليلي عليها وانا اقولك ايه السبب، وهقولك ان شاء الله في التعليقات. كل هسألك يعني اكننا قاعدين مع بعض ان شاء الله. هنا بعد ما عبيت اللبن بالمخلوط بالزبادي في كوبايات الناشفة مش مبلولة، هجيب صينية بقى احط فيها معلقة خل او نص ليمونة، وهجيب مية مغلية احطها في الصينيه دي واستنى عليها يعني اعد من 1 ل10 كده، وابدا احط فيها الكوبايات علشان معرضش درجه الكوبايات الزبادي درجه حراره عاليه جدا. هتخلي الزبادي فيها سائل او هتخلي الزبادي مشرشه. يعني درجه الحراره برضو تكون متوسطه. ميه مغليه حطيتها في المكان اللي انا هحط فيه الكوبايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استنى بس اقل من نص دقيقه كمان وارص فيها الكوبايات. اكون محضره فوطه تقيله او كوفرته او بطانيه صغيره او دفايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وغطيها بيها كويس جدا. طيب اسخن الفرن حوالي 10 دقايق، اولع الفرن 10 دقايق واسيبه 10 دقايق. اطفي الفرن واخد الصينيه بالفوطه واحطها في الفرن. اطفي الفرن اخد الصينيه بالفوطه واحطها في الفرن. الفرن يكون مطفي، الفرن يكون دافي. بس ما عندكيش فرن يبقى غطيها كويس جدا بدفايه او بطانيه صغيره او فوطتين فوق بعض كده، وسيبيها بره على ترابيزه في المطبخ ولا اي حاجه، او في دولاب مطبخ. عندك مكان في دولاب المطبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حطيها فيه. شايف هنا بقى وبتحطيها لمدة قدامك لحد 8 ساعات. ممكن الزبادي تمسك معاكي وممكن تمسك في ساعتين. انا هنا مسكت معايا بعد ساعتين. بصيت عليها بعد ساعتين كده، ساعتين ونص، لقيتها عمل زي اللبن رايب. هي بتبقى سايحة شوية، فقلت لا انا هخليها اكملها 4 ساعات وهي محطوطة في الفرن والمية لسه دافية والفرن لسه دافي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وطلعتها بعد 4 ساعات، طلعتها من الفرن. ممكن تقعد 5 ساعات معاكي، ممكن تقعد 6 ساعات، ممكن تقعد 8 ساعات، ما تكتريش عن كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. امشي بنفس الخطوات اللي قلت لك عليها وان شاء الله في ساعتين، ساعتين ونص، 3 ب8 بالكتير قوي
هتطلع زبادي ناجحه معاكي. واديكوا شفتوا القوام معانا، وادينا شفنا بنقلبها ازاي وكفيناها ازاي ومتماسكه معانا بسم الله ما شاء الله. وهنعمل منها الفيديو اللي جاي جبنه كريمي ان شاء الله. انتظروا الفيديو الجديد، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، تفعيل الجرس ليصلكم مني كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. وبكده الفيديو يكون خلص، والسلام عليكم ورحمه الله.